واش بالصح؟ في نفس الوقت، كيفاش قدرات الأجهزة تحمي المواطن المغربي من حوادث السير القاتلة ومن خطر الإرهاب اللي كتكون عامرة بالمسافرين؟ والثاني هو حماية الأمن القومي للبلاد من أي اختراق، حيث هذه الفترات ديال التجمعات الكبرى كيكونوا حساسين. ولكن شنو وقع بالضبط في خريطة اليقظة الأمنية هاد الأيام؟ خريطة اليقظة الأمنية هاد السيمانة عرفت تدخلات متزامنة في مناطق مختلفة من المملكة. فمن جهة كاين استنفار كبير بسبب فاجعة طرقية في قيرسيف، ومن جهة أخرى حملة زجرية ضخمة لفرض القانون في مراكش، وهذا الشيء كامل توازى مع عملية نوعية تم فيها إجهاض مشروع إرهابي وتخريبي في مدينة الدخلة. ولكن أشنو هي تفاصيل هذه الفاجعة اللي وقعت في قيرسيف وخلت السلطة تعلن حالة طوارئ؟ خضات الرأي العام والمجتمع، وطرحت تساؤلات عميقة وكبيرة على واقع السلامة الطرقية في بلادنا. ولكن شكون المسؤول الحقيقي على هذه الكارثة؟ وشنا هي الجذور ديال هذه الأزمة؟ كيتعلق بالإرهاق الشديد اللي كيصيب السائقين بسبب ضغط الرحلات المتتالية، خصوصا في هذه أوقات الذروة، وضعف التركيز ديالهم. وهذا الشيء اللي كيخلينا نتسائلوا كيفاش دخلت السلطات باش توقف هذا النزيف وتفرض القانون بالقوة؟ الجواب كنشوفوه في مدينة مراكش اللي عرفت التدخل الزجري الصارم لفرض القانون. الأرقام كتكلم بوحدها، آلاف المخالفات المسجلة، سحب 815 وثيقة، وحجز العديد من العربات. هاد الشيء كيعكس توجه جديد ديال الدولة اللي قررت تنتقل من مرحلة التوعية والتحسيس لمرحلة الردع الصارم والمكتف باش توقف النزيف المستمر في المحاور الطرقية وتحمي أرواح المغاربة. ولكن واش هاد اليقظة مقتصرة غير على الطرقات، ولا كاين تهديد آخر خفي كيتسنى الفرصة؟ اليقظة المستمرة ديال الدولة ما كتقتصرش غير على حوادث السير، بل كتمتد للأمن القومي، حيث تمكنت الأجهزة الاستخباراتية ديالنا بنهج مقاربة استباقية وبفضل معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الديستي من إجهاض مشروع تخريبي خطير في مهدو بمدينة الدخلة وتوقيف عنصر متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي. هذه العملية النوعية كتخلينا نطرحوا سؤال مهم: كيفاش كتجمع الهندسة الأمنية في المغرب بين محاربة حوادث السير ومكافحة الإرهاب في نفس الوقت باش تكرس الاستقرار الاستثنائي اللي كتعيشوا المنطقة؟ ولكن شنو هي السيناريوهات المستقبلية اللي غتاخذها الدولة باش تزيد تضبط الأمور؟ السيناريوهات المستقبلية كتبين باللي التشدد أصبح حتمية لا مفر منها. الدولة غادية في توجه باش تصغر أي هامش ديال التراخي، حيث أي تقاعس في المراقبة القبلية كيضرب في عمق جهود حماية المواطن. وهذا الشيء غيتم عبر فرض دفاتر تحملات صارمة وقيود أشد على شركات النقل، بالإضافة لتكثيف لجان المراقبة التقنية المباغتة في محطات النقل الطرقي. وهذه الإجراءات كاملة شنو هي الرسالة اللي باغا توصلها لنا في الأخير؟ الرسالة واضحة ومطمئنة: بين تحديات الطريق ومخاطر التطرف والإرهاب، الأجهزة الأمنية والمحلية ديالنا كتبت ديما الجاهزية التامة ديالها باش تحمي الأرواح والممتلكات. هاد الشيء كيعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مناخ الاستقرار الاستثنائي اللي كتنعم به المملكة المغربية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية التحليل. ما تنساوش تشاركوا معنا في التطبيقات وديروا اشتراك في قناة شوف توك باش ديما يوصلكم الجديد والتفاصيل اللي ما كيناش في بلاصة أخرى. واش في نظركم هذه الإجراءات كافية؟ خليوا لنا آراءكم في التعليق.